تفتكر ممكن يبقى في مكتب محاماه شغال بالكامل بالاي اي؟ طب تعرف ان انجلترا فعلا صرحت لمكتب محاماه انه يشتغل كله بالذكاء الاصطناعي؟ خليني اقول لك الموضوع بدا ازاي. فيليب يونغ، وده كان محامي في مكتب كوك يونغ ان كيدن. اخو مراته جه يشتكي له ان هو مش عارف يسترد الديون اللي ليه ومش عايز يرفع دعوى علشان المجهود والتكاليف العاليه. ساعتها لمعت الفكره ليونغ، وهي انشاء موقع مرخص علشان يعمل شغلانه واحده بس، وهي collection of small debts، يعني تحصيل الديون اللي مش بتزيد عن 10000 يورو، وسماه جارفيلد دوت لا. يعني لو شركتك ليها فلوس عند عميل، تقدر من خلال السايت ده انك تبعت له بولايت شيزر، وده انذار للمدين قبل رفع الدعوه. ولو ما دفعش تقدر برضه من نفس السايت ترفع عليه دعوه قضائيه. والاي اي موديل هو اللي بيعمل درافت للكليم كلها وبيعمل لها ابلود على نظام HMCTS، وده نظام انجليزي لرفع الدعوى القضائيه ذات القيمه البسيطه، زي منصه مصر الرقميه عندنا كده. وده كله بيتم من خلال المستندات والبيانات والاوراق اللي بترفعها على الموقع، وكل الاوراق دي بيتم التوقيع عليها من محامي مرخص. جارفيلد دوت لو مش بيحكم في محكمه ولا بيحل مكان المحامي، هو مجرد اداه ذكيه بتعمل شغلانه واحده بس هل ده معناه ان الاي اي ما ظهرش في المحكمه بدور اكبر من كده؟ هو ظهر، بس بعدين. وانا ادم وليد، واشوفكم تاني في ليجل كاست.